حقق المنتخب اليمني انجاز، تحصل المسؤولين جميعهم موجودين، لكن وقت الخساره لا، اللاعب هو اللي يتحمل، هذا مستواهم، هذا اللي قدمنا لهم، احنا عملنا لهم، سوينا لهم. هذا التصريح اللي قاله الكابتن محمد ناصر محمدو نطقته انا قبل 4 سنوات في خليجيه 23، نفس التصريح انا تكلمت فيه وانا لاعب قناه الكاس. انا لاعب، نصرح ندافع عن انفسنا ونتكلم نفس المشاكل. لعبنا مع 4 أجيال في المنتخبات اليمنيه في 10 بطولات خليجيه، نفس السبب ونفس الخسائر ونفس المستوى ونفس المشكاليه. الخلل مش باللاعبين. اذا 5 أجيال لاعبين منتخبات على اساطير من خالد العفاره الى اخر لاعب ناصر محمدو، هذا انا كلهم نفس المعاناه ونفس النتائج ونفس الخسائر. الخلل مش موجود باللاعب. اللاعب موهوب، اللاعب يثبت نفسه انه لاعب، خلى الكل يشيد فيه في مستواه خلال 5 أسابيع التجمع، وشارك في البطوله هذه وقدم هذا المستوى. لاعب بالفطره، لا تكتيك، لا عندهم استعداد، لا دوري. يعني لما اجي لك اذكر لك لاعب من المنتخب اليمني، اشي اذكر احصائيته ولا اتذكر انه عنده مباريات، شوف لك اليوم 5 لاعبين اول مباراه في تاريخهم في حياتهم يلعبوها اليوم. مباراة السعودية أول مباراة بالافتتاح، أيضا 7 لاعبين أول مرة في حياتهم يلعبوا مباراة دولية معروفة، دوري رسمي، يعني مباراة رسمية أول مرة. كيف ايش تنتقدهم أو تكلم عليهم؟ اتحادنا داري فين الخلل، وزارة الشباب داري وين الخلل، رئيس الوزراء داري وين الخلل، رئيس الجمهورية داري وين الخلل. طيب ما دام دارين وين الداء، ليش ما تشوفوا وين الدواء؟ كل مرة نفس السيناريو، نفس الإعادة، والله مستعدين، عندنا مشاكل، عندنا نقص امكانيات، عندنا الوضع حرب، الوضع مدري ايش. الى متى؟ يعني اليوم انا شايف العراق محتفلين الى الفجر باليوم محتفلين. الشعب اليمني الوحيد اللي ما يحتفل؟ يعني ما يعني لازم يكون في عندنا نوعا ما نقدر اليمن فوق، اليمن على جنب، صراعاتنا نخليها على جنب، مش نتصارع من اجل ان احنا ننزل سمعه اليمن لا تحت. نتصارع كل شخص يعني يدافع على صاحبه، يدافع على من يموله، لكن بالاول والاخير سمعه اليمن هي فوق كل شيء. يعني انا تعبنا، الناس كلها تنتقد اليمن، اي مشاركه اليمن ضعيف، اليمن مش جاهز، اليمن الى متى نصير؟ احنا افضل منتخبات في الفئات العمريه. منتخبات عمريه لو اجيب واحد من الحاره يدرب المنتخب في الفئات العمريه انا افوز على دول الخليج كامل. لكن ليش لما اكبر انا اوصل لهذا المستوى؟ فين الاستمراريه؟ يعني نتكلم مع من؟ عندكم مشاكل، في مشاكل بين الاتحاد بين الوزاره، سدوا بينكم يا اخي، خلوا اليمن على جنب. مش هذا الاعلامي يدافع عن نفسه وهذا الاعلامي يدافع على مسؤوله. يا اخي خلوا مصلحه اليمن فوق كل شيء. لازم نجتمع، لازم نصلح، في عندنا خامات، في عندنا ناس عندهم فكر يريدوا تطوير اليمن، استغلوهم، خلوهم يشتغلوا لليمن، اعطوا المجال للجميع انه يشتغل من اجل الكره اليمنيه. يا اخي انا ما اتكلم انه ما عندي مواهب حتى اني اتعب في الموضوع ولا اني اتعب يعني بانتاج منتخب كبير. يا اخي انا عندي موهبه، عندي ناس تعرف تشتغل، خلوها تشتغل. يعني منتخب ما عنده اي مباراه وديه واعذار، يجي يشارك في البطوله هذه وبالاخير يقولوا والله احنا قدمنا بس ما حد استجاب لنا. يا اخي في خلل، الاتحاد في منظومته داخل في خلل موجود والكل يعلم فيها. يا اخي صلحوها. الى متى بنستمر الى على هذا الحال؟ الناس وصلت الى مرحله خلاص، حتى الشعب اليوم ما درى عن من غريمه من المسؤول على هذه الاشكاليات الموجوده. خلاص الان اصبح الناس مستغربه من المسؤول، من هكذا. رئيس الاتحاد عنده امكانيات ويقدم ما عليه، لكن لديك بطانه فاسده سيئه عليه معالجتها. الى متى بنجلس نستمر على هذا الحال؟ صحيح يقدم ومظلوم ايضا نوعا ما، رئيس الاتحاد مظلوم يعني من اللي حواليه، هم خلوه المتهم الاول، دعم ويعطي ولكن ايضا كمان في ناس عندنا مليان يعمل حمله ويتكلم لكن ما عنده الشجاعه يقول انا بمسك رئاسه الاتحاد. كلهم بس حاولين يعملوا فتنه ونقاشات وتواصل اجتماعي على الاتحاد وعلى الوزاره وعلى، احنا عندنا منظومه كامله منتهيه على الرياضه. غيبوا الشعب عن الرياضه، الشعب يفرح يا جماعه الخير. احنا نفرح لما يفوز العراق، نفرح لما يفوز قطر، نفرح لما يفوز السعوديه، نفرح للعالم كامل نفرح، الا لبلادنا ما نفرح. لا متى؟ انا ولا لاعب عانينا لما تعبنا واحنا نتعذر ونجيب اعذار ونطالب ونريد، لكن ما حد يريدك. لما تتكلم وتطالب ما حد يريدك. تصريح ناصر محمد لو كان قبل 5 سنوات او قبل 10 سنوات بيستبعد من المنتخب التصريح هذا.
لكن الان خلاص اصبح الناس عندها رؤيه وعندها وضوح اللي يحصل. يا اخي احنا تعبنا واحنا الاعلام الخليجي ساندنا، المنتخب اليمني قدم وقدم. طيب يا جماعه الخير احتفظوا بهذا المنتخب. عندي منتخب ناشئين اخذ بطوله غرب اسيا وعنده الان استعدادات. يا اخي حافظوا عليه، ابنوا عليه يا اخي. وقف، ما عندي منتخب اقدر اشارك فيه، يا اخي انا اوقف المشاركه. يجوز يا اخي، مش خلاص لازم ان انا اشارك عشان اوري ان اليمن اضعف منتخب وانقل مشاكلي للاعلام عشان يتكلم فيها. عندنا معاناه، اليوم عندنا 5 لاعبين يتعالجوا عند الدكتور العماني، ما عندنا حتى طب مثل الناس. الكل يتعالج عند الدكتور العماني في المنتخب. الحارس مصاب، الظهير مصاب، المتاخر مصاب، كلهم يتعالجوا. يعني احنا ايش امكانياتنا؟ هل وقت السفريات كل واحد صاحبي صديقي رفيقي؟ نحن نشتي الحق، يكون الحق لاهله. لما نتكلم على هذا الشيء يا اخي، احنا كرة القدم هي رسالة. كرة القدم هي كل شيء. إذا رئاسة الجمهورية ما تهتم بكرة القدم فهذه مصيبة كبيرة، إذا رئاسة الوزارة ما تلتفت للشعب والكرة القدم فهذه مصيبة أعظم. احنا ما نجي نحمل بالاخير، نجي نقول وين دور الوزارة وين دور الاتحاد. إذا كانوا الكبار مو مهتمين بهذا الشيء فهذا أكيد بيكونوا مش مهتمين. الشعب متعطش، شعب رياضي، شعب يغلق الشوارع احتفالات في المنتخبات العربية لما تفوز في كأس العالم ما تتأهل. إلى عندنا احنا منتخب الناشئين فزنا فوز بطولة غرب آسيا، أعتقد الجميع لو أخذها بيقولوا لهم مبروك فقط لا غير، إلا اليمن. عملنا احتفال من أول اليمن إلى آخر اليمن. لا، توقفت الحرب. توقفت الحرب عن بكرة أبيها لما وصل المنتخب إلى اليمن. تكريم المنتخب من جميع الأطراف السياسية كامل، المتصارعة. المنتخب يذهب أي مكان، تكريم، إيقاف الشوارع، الاستقبال من جميع الأماكن. يعني حتى أنه الناس تطلع فوق أماكن ما يطلعها بني آدم. ليش هذا كله احتفال بمنتخب حقق غرب آسيا؟ لو حققها أي منتخب خليجي والله بتقولوا له مبروك وجزاكم الله خير وشكرا روحوا بيتكم. لكن احنا متعطشين لفرحة، وهذا اللي حصل عندنا. احنا لا متى بنستمر إلى كذا؟ إلى متى؟ يعني احنا تعبنا واحنا لاعبين ونتعب واحنا بطلنا رياضة والجمهور أيضا تعبان. إلى متى بنستمر؟ هذه رسالة نوجهها إلى رئاسة الجمهورية، إلى رئيس مجلس الوزراء، إلى وزير الشباب والرياضة، إلى رئيس الاتحاد. لابد أن يكون في دعم خاص للشباب. كرة القدم هي لغة العالم. الآن لما تخرج تقول سفراء في دول واحد يعرف منهم، لكن لما تذكر اسم لاعب يعرفه مباشرة. خلاص أصبحت الرياضة هي واجهة الدول. الرياضة هي واجهة الدول. إلا اليمني أصبحنا نعاني. اللاعب أخي كم جهد اللاعب هذا يحصل شتم من جمهوره. نلعب مباراة يخسر 3 4 5. في حد يعرف ايش اللي يعانيه اللاعب هذا؟ إذا كان اللاعب في تاريخه في السنة كامل، هذا اللاعب في السنة كامل راتبه 600 ريال سعودي في السنة كامل. 600 ريال سعودي، يعني يمكن ما حد يستوعبها منكم. وعاد احنا نشوفها يقول لك كثر الله خيرهم اعطوهم كثير. هذا وضعنا السيء. عقود لا رياضة موجودة في الأندية، لا رياضة موجودة في البلد. رئاسة الأندية مستمتعة بإيقاف الدوري، لديها إيجارات محلات تستلمها الأندية إلى خزينتها وما في عندهم أي خرج للدوري. اللاعب اليمني هذا المنتخب يستلم 600 في السنة، ما بالك لما يكون اللاعب في النادي. إذا هو لاعب سوبر راتبه 200 ريال سعودي. تتكلم على $170 في السنة تقريبا. إيه؟ في السنة. في السنة كامل. اللاعب اليمني في المنتخب 600 ريال سعودي راتبه، لأنه يعسكر 4 أشهر. الراتب الواحد $40. يعني كم؟ وعادك إذا تجلس يعني $160 في إيه؟ 670. يعني احنا نتكلم عن إمكانيات. اليمن لا تحتاج إلى دولة تدعمها. عندنا خير كبير. اليمن عندها خير كبير موجود، وعندها القدرة أنها ترفع شأن الرياضة بشكل كبير. عندنا إمكانيات، عندنا موارد، عندنا أموال، لكن لا يوجد من يدير الرياضة بشكل صحيح من رئاسة الهرم. من رئاسة الهرم إلى أصغر شخص. لما تدخل أنت تشوف الكفاءات الموجودة يا أخي كلها مصالح، ما في شغل. الأغلب مصالح، موجود موظف خلاص أدافع. طيب اتكلم عن اليمن يقول لك والله أنا وضعي إذا تكلمت يمكن يقتطع رزقي، فيضطر أصبحوا موظفين. ما في عندنا أي شيء. الآن لما أجي أشوف مثلا تدخل التواصل الاجتماعي تشوف الوزارة إعلاميها ينزلوا على الاتحاد ينزلوا على الوزارة، وكل واحد يرجمها للثاني. يا أخي في خلل يتصلح، مش مشكلة، اجتمعوا صلحوا مصلحة اليمن فوق الجميع. لكن احنا نجلس الآن هذه 8 سنة ما في دوري يمني، ولا تعمل لي دوري بعد الفجر ما حد يلعب فيه.
يعني لازم انه يكون في شغل، لازم يكون في شغل، في رؤيه، في منظور. عندنا الان في لجنه مؤقته خلوها تشتغل، لا لازم هذا يدخل هذا يخرج هذا ينتهي. في مليان فرحانين في النتيجه هذه، مليان فرحانين وهم موظفين مع الاتحاد او موظفين مع الوزاره، مفتهنين بالنتائج هذه. ليش؟ فرحان انه خسر عشان تبقى مصلحته مستمره، لانه المنتخب اذا حقق انجازات الجمهور بيلتف حول المنتخب ويبدا يعرف فين الفساد ويعرف فين الغلط وفين الصح، فيحاول انه ينشالوا، فيقول له خلي الفريق هذا ميت بهذه الطريقه واحنا مستمتعين ومرتاحين وموجودين ونمشي امورنا. المنتخب عذرنا الوحيد وضع البلد سيء. الى متى؟ الى متى بنجلس اي كلمه تجي تتكلم وضع البلد وضع البلد؟ طيب يا اخي في حلول، في حلول. اكبر دليل المنتخب الناشئ لما دخل اليمن استقبلوا عن بكره ابيهم جميع الفئات السياسيه، فلذلك ايش الحلول؟ يقدر يصلح دوري على مستوى. اقيس الامر الواقع الموجود، ما ادير انا على نظريه قديمه واعمل قوانين. اليوم الانديه تعترض في محافظه والمحافظه الثانيه تعترض الانديه ما بتشارك، اتحاد ينزل بيان بالامانه العامه الدوري بعد اسبوع. انديه ما تجهزت، انديه لها 6 اشهر تتجهز من اعلان سابق سوف يقام الدوري بعد شهر. تجهزت الانديه، ظلت 6 اشهر تستعد، ضبحت، بطلت تتمرن، اجى الاتحاد اصدر بيان دوري بعد اسبوع. من الفرق اللي بتشارك؟ يعني لازم يعني يكون هذه الاشياء موجوده عشان انها تستمر ولا عشان الرياضه تستمر؟ يا اخي لازم اعمل حلول، اعمل دوري. يا اخي رئاسه الدوله صلح بيان لابد ان يقام دوري ورئاسه الوزراء تشرف على الموضوع مع وزاره الشباب والاتحاد ينفذ. لكن لا، جالسين مستمتعين ما في دوري، امور طيبه، نستدعي المنتخب قبل البطوله بشهر، بنعمل معسكر في القاهره ولا في الدوحه ولا في الرياض، من ثم نقول والله احنا اجتهدنا واحنا سوينا واحنا عملنا، ولكن هذه النتائج ابدا. احنا اذا فزنا مباراه بنفوزها بالحظ، لكن كمستوى واستمراريه صعب. منتخبات الناشئين لما نفوز نوصل لمنتخب الشباب نوصل بالتدني، او نطلع اولمبي ننزل نكسه زيت، نطلع الاول خلاص مستقبلين اهداف فقط لا غير. الان عندنا خطه جديده، في شغل، في مدرب جديد، لاعبين صغار بالسن، في هدف موجود لدى اللجنه الموجوده، لجنه الطوارئ الموجوده، يخلوها تشتغل، يخلوها توصل للطريق اللي هي تشتيه عشان احنا بعدين نتابع. اليوم خليجي 25، خليجي 26، يمكن اذا استمرينا على نفس النمط فريق جديد والمشاكل موجوده والمنتخب نفس الشيء والله وظروفنا. الى متى؟ الى متى بنستمر الى هذا الشيء؟ طيب بشير. أول شيء خلينا نقول مبروك للمنتخب العراقي الشقيق ومبروك نشأة، مبروك نور، وهارد لك لمنتخبنا. خسارة قاسية ما استحق نادي الخسارة عطفا على أداء الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني يبدو المدرب فتح على البحري زي ما يقولوا. ما تفتح قدام منتخب عراقي قوي. ما بتكلم بالجزئيات الفنية ولكن بعقب كمان على اللي قاله كابتن علاء الصاصي. هذا ناصر محمدو في 2017 دخل السجن وهو في مشاركة مع منتخب الناشئين أو الشباب، وأنا أعمل في الاتحاد السعودي لكرة القدم. للأسف يعني ما فيش حد تحرك في الموضوع، لولا التحرك شخصي وتحرك بعد اللاعب بسبب إنه اللاعب تأخر يوم، كان عنده زيارة عائلية وكذا وكذا. يعني احنا نعيش حالة يمكن على ما شرحش بالضبط ايش اللي حصل، هم يقولوا انتم تستهدفوا اتحاد الكرة. العفو شنو السبب دخل السجن؟ انتهت حضر شارك في بطولة، بقى يومين مع اهله، فراح وانمسك لانه مخالف للاقامة. طيب يا اتحاد الكرة يا إدارة يا منتخب، مكان ثاني، مع انه الاتحاد السعودي متعاون جدا، مع انه الاتحاد السعودي متعاون جدا، لو رسلت رسالة هعمل لك بدل الشهر شهرين 3. تمام. انا تابعت الموضوع شخصيا ودخلت لعند الامير عبد الله بن مساعد لمكتبه. يعني الانتقادات تقول لك انتم لا تستهدفوا الاتحاد، انتم حق تدمير، انتم معلمين، لا هذا الكلام ما صحيح. احنا نزعل على منتخبنا، احنا اليوم نجلس مع كبار النجوم وهم يتكلموا بنفس الكلام اللي نقوله احنا دائما واللي يكرره علاء واللي يكرره انا وغيري من الناس. احنا اليوم نسال ايش الحلول؟ قبل فتره صار ضغط، انا اكثر واحد يمكن في الصداره ويعني ولي مواقف قويه مع الاتحاد، ولكن ليست مواقف شخصيه. هذا وطن، هذا منتخب بلد. هذا لما اليوم لاعب يطلع يعني زي ناصر محمدو، واحد من نجوم الدوري العراقي من افضل اللاعبين، يطلع على المنتخب يضيع. ايش الغلط؟ لا الموهبه موجود، الخطا
يعني في من يشرف على هذا المنتخب، من يعد هذا المنتخب. تكلمنا قبل فتره، وعشان النقطه اللي تكلم بها على ما اتضحت لكم، صار تشكيل لجنه طوارئ في الاتحاد، لانه الاتحاد هذا 18 سنه قاعد على راس اللعبه. جاء حسام السنباني، هذا واحد من افضل الكفاءات الاداريه في تاريخ الكره اليمنيه، هو من جاب سكوب في خليج 20 في خليج 22 في الرياض، واليوم جاء بس وصل وقامت حرب البسوس ما بين الامانه العامه وما بين نائب الرئيس وما بين سكرتاريه الرئيس، ما بين كل هذا عشان يحمل الفشل شخص معين. لا، هذا منتخب بلد، ما هو منتخب فلان ولا منتخب شخص ولا منتخب علان. ما فهمنا لا. شنو يعني؟ في حرب لجنه طوارئ تقوم على اساس انه لجنه الطوارئ تقوم بمقام العمل الاتحاد مؤقتا. زين. يعني جابوا هيئة كباتن مؤقتة؟ رياضيين. هيئة مؤقتة؟ مش لجنه مؤقته، تحت رئيس الاتحاد نفسه، رئيس لجنه الطوارئ، جاب جنبه. في الدورة دي بس لا مش في الدوره، دائمه هو المجلس اللي موجود مجلس منتخب اصلا منتخب ولا لجنة؟ والانتخابات